سي الجيلاني لو كان تحكي لنا شنو اسباب الزياره؟ والله اسباب الزياره انا معناها سمعت من الاخوان في عمال الحظاير في المنبت تاع الفلاحه اللي هم عاملين اعتصام، واللي الى حد الان معناها ماهمش لاقين اذان صاغيه لمشكلتهم، ومعناها هما كيفهم كيف بقيه عمال الحظاير في ولايه سليانه، سواء في قعفور ولا في سليانه ولا في بعرضه ولا في المعتمديات الكل، وفي الحقيقه كيفهم كيما عمال الحظاير في الولايات الكل. هذه معناها من المظالم الكبيره، هذه من الحلول المغشوشه اللي عملوها من كان الباجي قايد السبسي رئيس حكومه تو 4 سنوات باش يحلوا مشكله البطاله. ما جابوش حلول جذريه، جابوا هالحلول الترقيعيه هذه اللي هي لا كما يقولوا لا تغني ولا تسمن. حسب رايك انت شنو هي الحلول؟ الحلول اول حاجه لازم الناس تكون عندها شغل قاع. خاطر السيد هذا كيف يخدم 10 ايام ولا 12 يوم ويعطوه 90,000 ولا 100,000 ويبدا عنده عائله زوج صغار، حتى كي يبدا عنده صغير واحد باش نجم يعيش عائله ب 100 دينار. الناس في حاجه الى حقها معناها في مواطن شغل قاره، وفي مواطن شغل اللي ياخذوا فيها اجره محترمه تسمح لهم باش يواجهوا ظروف الحياه صعوبات حياتك. تشوف الدنيا كيفاش الغلاء والكوا فهمتني. واحد كان يكري قداش نجم يكري، معناها نجم يكري دار اقل من 100 دينار، نجم مصروف باش ياكل الخبز والفلفل والطماطم والبصل والبطاطا، هكا هو ما ياكل حتى شيء اخر، لا ياكل حم لا ياكل حوت لا يعمل حتى شيء اخر. يلزم على الاقل 250 300 دينار معناها المصروف هذا اذا كان صغار وما يقراوش. اما اذا كان ولده يقرا في حتى لو كان يقرا في السنه الثانيه ابتدائي قداش يصرف عليه كرطابه وكرارس واقلام وغيره فهمتني. بحيث معناها مهزله مظلمه، معناها حاجه لا توصف انه مازالت الناس تخدم ب 100,000 و 120,000 و 130,000 و 140,000 ويعطيهم الصحه ان الناس صابره، يعطيها الصحه ان الناس صابره بالوضعيه دي، وان الناس صابره فهمتني، وان الناس مازالت تجري باش معناها على الاقل يعطوهم 22 يوم خدمه باش يصور بهم هاك 200 و 210,000 فهمتني. في زيارتك هذه شنو الوعود اللي تنجم تقدم؟ لا ما نحكيش وعود، انا ماشي انا كون جيت نحكم راني خذيت قرارات، راني صححت في اوراق، راني رسمت الناس، مش باش نعطي وعود. انا جاي باش نعارك معاهم باش السلطات المحليه ولا السلطات الجهويه تسمحهم وتحل لهم مشاكلهم، ما جيتش باش نعطي فيهم في وعود.